قتل 4 أشخاص. اجى امر بتثبيته لانه كان بيعرف الاشخاص اللي خطفته. شاركنا بمجموعة القائد العسكري بجمعية البستان في راس سلطان. الجمعية الخيرية بالواجهة وكانت أساس العمل العسكري، وكان رئيسها سامر درويش، والقائد العسكري لإلها في راس سلطان، وأنا كنت بمجموعته. وشاركنا بكل العمليات العسكرية الموجودة بدمشق وريفها. وكان من اختصاص المجموعة تبعه أنه بالخطف والابتزاز، وتم خطف كثير من الناس، واللي ما يدفع الفدية كان يجي الأمر بتصفيته. والأسماء اللي بتذكرها أحمد الطحان وبسام الصوص. وبسام الصوص أهله دفعوا الدية تبعه، بس إجا أمر بتصفيته لأنه كان بيعرف الأشخاص اللي خطفته. أنا اسمي أحمد الطحان، صيدلاني، صاحب صيدلية الزهراء الحديثة بتاريخ 26/11/2012 تم اختطافي كما تم اعتراض سيارتي من قبل سيارتين ستيشن أمنيات على طريق المعرض طلعة التكية، وتم اختطافي من قبل 7 رجال مسلحين. نزلوا أخذوني، حبسوني لمدة 43 يوم بمنفردة. كان الحبس يتضمن تجويع، برد، ضرب، وكان الهدف ابتزاز الأهل وسحب مبالغ مالية. طلبوا 20 مليون وبعدين طلب 15 مليون. الأهل ما كانوا يستجيبوا معهم لأنه ما كانوا واثقين منهم وحاسين أنه أنا معتقل تابع للنظام بالمخابرات الجوية أو هيك جاهم أخبار، فاعتبروا أنه هذول الجماعة كذابين وهن جماعة السجن. اسمي محفوظ محمد محفوظ، قائد مجموعة 1400 عنصر تابعين لجمعية البستان عند أبو علي في راس سلطان. شاركنا بعدة عمليات قتالية في دمشق وريف دمشق. كنت مستلم الدرون عند أبو علي في راس، وشاركنا بعمليات القتال في دمشق وريفها، منها مناطق دارية والمعظمية ووادي بردة، وقمت بإلقاء قذائف الهاون في سوق وادي بردة